شو الان نهضروا على فانسون ماناغ. فانسون ماناغ هو المدير الرياضي للاتحاد البلجيكي لكره القدم، فما قدوش انه قام باقاله فيرمولين اللي هو المكلف بالتنقيب والاقناع المواهب الشابه. فيرمولين شنو القشه التي قسمت دار البعير؟ هو كارين تساس اليوناني اللي كان مع نادي غانك اختار منتخب اليونان، وشمس الدين الطالبي لاعب ديال اف سي بروج اختار المنتخب المغربي، بعلم انه سبق لهم لعبوا مع الفئات العمريه ديال بلجيكا. فدابا هاد فانسون ماناغ يعني داز دابا الحرب ديال التصريحات. فالباح عبر عن تذمره من فقدان المواهب البلجيكيه لصالح المغرب، ودعا الى القيام باجراءات صارمه، حيث قال: اعتقد ان لوائح الفيفا ليست واضحه بحيث ان اللاعب يمكن ان يلعب مباراه مع المنتخب البلجيكي ويغني نشيده الوطني ثم يختار اللاعب لمنتخب اخر. هذا الامر ليس مقبولا. المهم هذا هو التصريح ديالو، انا غادي ندير التعقيب. بعد سي مانار خاصو يعرف نسى واحد القضيه. ناصر الشاذلي كان لعب مباراه وديه مع المنتخب المغربي في بلفاست في نوفمبر ديال 2010، فاش واجهنا منتخب ايرلندا الشماليه، وبعد اختار المنتخب البلجيكي وما قلنا والو. وكان ناصر الشاذلي من المساهمين في تاهل الشياطين الحمر لنصف نهائي المونديال، فاش كانوا داروا الريمونتاد على المنتخب الياباني، فاش كانوا خاسرين ب2-0 سقوا رابحين ب3 او ب1-0 سقوا رابحين ب2. كانوا نيت تسجلوا للاعبين من اصول مغربيه، كان سجل مروان فلايني وناصر الشاذلي، هما اللي كانوا ماركوا الهدفين ديال التاهل الى دور ربع النهائي، وبعدها كانوا واجهوا البرازيل ووصلوا للنصف النهائي. فمانار كيقول لك لوائح الفيفا غير واضحه، ليست واضحه جدا، وهي في الواقع راه واضحه. القوانين ديال الفيفا كتقول لك كل لاعب له الحق في اختيار المنتخب الذي سيمثله، سواء منتخب بلد الاقامه، يعني جاتي في واحد البلاد او كبرتي فيها فيمكن لك تمثل هذاك المنتخب البلد، او منتخب بلد الاصول. وباش تلعب مع ذاك المنتخب بلد الاصول خاصك تثبت بانه يكون الابوين او احد الابوين كينتمون لهذاك البلد الاخر. وهذا الشيء كديروا حتى المنتخبات الاوروبيه مع بعض اللاعبين البرازيليين والارجنتينيين، دارتها في اسبانيا، دارتها ايطاليا، هذه ولات موضه. غير اسبانيا كتجنس كذلك لاعبين اوروبيين، مثلا باش تحل المشكل ديال الدفاع المحوري جنسوا لاعبين فرنسيين، ايمريك لابورت وغوبان لو نورمون، لاعبين فرنسيين. غوبان لو نورمون باينه فرنسا مسميه، ايمريك لابورت تا هو فرنسي من اصول باسكيه، ولكن كان في لوحه المنتخب الفرنسي شحال من مره حضر ولكن ما كانش كيلعب. وكاين واحد اللاعب اخر يعني المهم تا نهضروا عليه. المهم مشروع عندني تصريح اخر، يعني قامت العديد من الاتحادات الكرويه الاقل قدره على المنافسه، يعني كي معني علينا بوضع مشاريع لاقناع اللاعبين مزدوجي الجنسيه بتمثيل منتخباتهم، وهذا ما قام به المغرب الذي خاض المونديال الاخير بشكل استثنائي. يعني كيقول لك هناك بعض الدول ولا بعض الاتحادات الكرويه ما قدرش ان تنافس كرويا منتخبات كبيره، وما قدرش ما عندهاش تكوين متميز، ولهذا داروا مشاريع باش يقنعوا اللاعبين ديال المزدوجه الجنسيه، ومشى لها ديريكت قال لك المغرب اللي يربح بلجيكا البلد ديالو ب1-0 ودار يعني مونديال استثنائي، وصلنا للنصف النهائي. فشيء عادي هذا الشيء اللي كيدار دابا. فانسون ماناغ بحال ما رضاش، بحال هادشي كيجي جديد، بحال هادشي كيديروها المغرب مع بلجيكا. شيء عادي لان هناك العديد من المنتخبات الافريقيه تقوم بهذا الامر، وحتى الاوروبيه. مثلا اسبانيا، البارح اللي شافوا الماتش ديال هولندا اسبانيا غادي يلقاو بانه كاين واحد اللاعب هولندي من ابوين هولنديين كيتعلق بهويسن المدافع ديال نادي بورنموث الانجليزي. هذا اللاعب جات في هولندا من دار 5 سنين، هاجر هو وباه لاسبانيا وكبر في اسبانيا ولعب مع منتخبات هولندا من اقل من 16 سنه الى اقل من 19 سنه، ولكن في الاخر مقتنع هو بالمشروع ديال المنتخب الاسباني ولا الاتحاد الاسباني لكره القدم، واختار اسبانيا. اذا امور عاديه. السؤال اللي خاصو يطرحوه فانسون ماناغ على راسو وعلى المسؤولين الاخرين هو لماذا فشلنا نحن في اقناعهم؟ بلاص انه بدي يتباكى علينا يقول لك حنا علاش فشلنا في اقناع هاد اللاعبين سواء من اصول يونانيه مغربيه من اي بلاد انه سميت. داز ثاني تصريح اخر قال لك لا ينبغي ان نحاول التنافس بالوعود الرياضيه او الماليه، علينا فقط ان نشرح المشروع البلجيكي جيدا، وبعد ذلك سيكون الامر متروكا للاعب لاتخاذ القرار. حكيمي وزياش يلعبان المغرب ولا يتحدثان العربيه.
وي قلنا زياش من هولندا، حكيمي من اسبانيا، انهم يعني كان هاد سميتو كينافسونا في الوعود الرياضيه ولا الماليه، بغا يزيد ما كاين حتى الفلوس. المغرب بعدا ما كيعطيش فلوس. شحال قد ديال الفلوس خصها داير ميزانيه باش تقنع اللاعبين اللي كيربحوا الملايين ديال الاوروات في العام. كاين بطبيعه الحال وعود رياضيه، كاين مشروع دابا ولا القلب والعقل. دابا كان قبل غير خيار ديال القلب، ودابا خيار القلب والعقل اللي ولا. ونبداو بمساله اللغه اللي كيهضر عليها فانسون مانا. هي مزيانه تكون اللغه من اجل اندماج سريعا، ولكن ماشي عائق كبير. مثلا انا نعطي واحد الحاله، مهاجم ديال نادي اتلانتا برغام، مهاجم منتخب ايطاليا اللي سميتو ريتيغي، من اصول ارجنتينيه، جابهم من الارجنتين، ما كيعرف حتى كلمه في ايطاليا. يعني هذه عامين كيضرب باللغه الاسبانيه، واش تعلم لها ولا لا، ولكن فاش جابوه السيد كيعرف اسبانيوليه. المعسكر ديال المنتخب المغربي كيعرف اسبانيوليه، المنتخب الايطالي كيعرف اسبانيوليه، كيعرفش الطليانيه. دونك علاش كتهضر بالمغرب ما كتهضرش على الاطفال؟ باين انه مقصح بزاف من جهه المغرب. بالنسبه للمشروع البلجيكي، انا عارفه محروق من رحيل ديال شمس الدين الطالبي، ولكن خاصو يقول واحد الحاجه، علاش شمس الدين الطالبي اختار المغرب. الا رجع بالذاكره ديالته هذه شي عامين، غادي يلقى بان شمس الدين الطالبي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، يغيبوا عن الميادين مده طويله ومسول عليه حتى شي واحد، لا الناخب البلجيكي ديك الساعه كان روبرتو مارتينيز، ولا الناخبين البلجيكيين في الفئات العمريه، ما مسوش عليه حتى شي واحد في الاتحاد البلجيكي، نساوه. ولهذا بقى فيه الحال هو والعائله ديالته والاب ديالو سي عبد الله الطالبي. بالمقابل المغرب كان مزيان. المغرب كتلقى الجامعه الملكيه المغربيه عطاو سميتو التذاكر ديال الطائره اللي والعائله ديالته باش يجي للمغرب يتسارى ويشوف مركز محمد السادس. كذلك الناخب محمد وهبي اللي مدرب المنتخب اقل من 20 سنه تواصل معاه وكيسول عليه. يعني هذا الشيء بان فيه. هنا كيبان الفرق، يعني هذا الشيء خصهم يعرفوه. وحنا هذا الشيء وقع علينا وتعلمنا منه. الناس اللي عندهم ديك 30 عام والفوق يقدر يتذكروا هذه اللقطه. في 2004 كان المغرب لعب مع بوركينا فاسو، وكان واحد اللاعب جابوه من نادي شارلو سميتو عبد المجيد اولمرس، لعب مع المنتخب المغربي وسجل هدف. وهذيك اللقطه ديال الهدف تعرض للاصابه، خرج من الملعب، هزوه في النقاله وداك الشيء ونساو مسؤول عليه حتى شي واحد. لا الجامعه المغربيه سولت عليه، لا المدرب ديال المنتخب المغربي حتى حد ما سول عليه. وكان ديك الساعه واحد ذاك الوقت انه شارلو تشكات، لان ذاك الوقت اللاعب اللي كيضرب مع المنتخب البلادي ما كياخذوش لاسيونس، ما كاينش التامين. فبقاو مع شي 6 شهور 7 شهور ما كيلعبش الكره، والفرقه ديالته اللي كتخلص. وهي علاقه باش تبدل القانون، باش ولات الفيفا اي لاعب كيضرب في التواريخ ديال الفيفا هي اللي كتخلص هذيك المده الغياب. كانت شهر، شهرين، 3 شهور، عامين، ملي كان الفيفا هي اللي كتادي الاجر ديالو للفريق ديالك، كتخلص اللعاب. وهذه كانت اثرت علينا بزاف، لان الاصابه ديال عبد المجيد اولمرس وتحمد التسوق ليه خلات العديد من اللاعبين المغاربه ابناء المجر في ديك الفتره كلهم كيخافوا، كيقول لك الا جينا المغرب ما كاينش اللي غيتسوق لنا، غادي نضربوا ولا يبقى لي شي حاجه حتى ما غادي يعقل علينا. وهذه عانينا منها بزاف. فاحنا صلحنا المشاكل اللي كانوا. هذا الشيء كنعطوا دابا، حنا كنقولوا غير نصائح لهذا السي فانسون مانار، لانه مسكين عالم باقي مصدوم صدموا القجع الناس التي تحيط بالقجع. كذلك المنقب ديال الجامعه الملكيه المغربيه اللي كيدير مجهود كبير، اللي هو مكلف بلجيكا ومكلف بهولندا، اللي هو مراد يبقى.